السلام عليكم حبيباتي. اليوم راح نديرو مع بعض هاد الوصفة. نروحو للمقادير وطريقة التحضير. هنايا في قصعة ولا في ريسيبيون كبير عندي 9 حبات بيض كاملين وزوج حبات بيض قلعت منهم الصفار وزدت البياض مع 9 حبات. طوطال قاع عندنا 11 حبة، 9 كاملين وزوج درت غير البياض وقلعت الصفار بجهة. درت كيلة تاع سكر بنفس الكيله اللي كينا بها البيض نكيلو بها السكر. درت مغرف تاع لافاني، هنا من الاحسن نخلطو بيدينا كيما هكا. درت كيله تاع زيت بنفس الكيله بيان سور. هنا عندي مبشور تاع حبه تاع ليمون. هنا نخلط المقادير هكا مع بعض جيدا كيما هكا. هنا ها هي لافاني، درت مغرف كبيره تاع لافاني بيان سور ومغرف صغيره تاع ملح. هنا بنفس الكيله نديرو مايزينا، نص كيله تاع مايزينا. هنا ما ديروش كيله كامله، ديروا نصف الكيله. بالنسبه للفرينه انا استعملت سفينه. نبدا ندير في الفرينه تدريجيا. دوك تشوفوا معايا شحال دات لي الفرينه. انا بيان سور نغربلوها كيما هكا. هنا دات لي كيلو تاع فرينه بالضبط. دوك تشوفوا معايا هذه كمرحله اولى. هنا بالنسبه للخميره الكيميائيه نديرو 3، لا عفوا درت 4، ها هي الرابعه. نديرو 4 خميره كيميائيه، الوزن 10 غرام. هنا من الاحسن نديروها هكا في قصعه تكون كبيره ولا حاجه كبيره باش ما تغبناش. هنا نبدا نزيد الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون تتلصق في اليد باش الكاطو تاعنا يجينا مهوي يجينا شباب. هنا نبدا نزيد في الفرينه. ها هي القوام تاع العجينه، ها هو. شوف كي تجي عجينه طريه ونوعا ما تتلصق في اليد. هنا بيان سور نجيب الساشي كيما هكا تاعنا غذائي ونبدا نحل في العجينه تاعي. دوك تشوفوا السمك تاع العجينه، ها هو. ما تغلضوا العجينه، ما ترقوها باش الحبه تجي بومبي وتجي شابه. دوك تشوفوا معايا بيان سور. جيبي الطابع تاعك وبديت تطبعي. انا راني مسخنه عفوا الفرن تاعي ونبدا نطيب في الكاطو تاعي. ها هو السمك اللي درته انايا. دوك تشوفوا الحبات كي دايرين. انا بيان سور راني دايره الفرن تاعي يسخن ونبدا نطيب في الكاطو تاعي. انا نزيد نطبع العجينه الثانيه كيما هكا. انا درت باسكو العجينه الاولى غبنتني شويه. انا درت الطابع تاعي في الفرينه وبديت ندخل كيما هكا. ها هي ها هما الحبات تاوعي. نبدا نطبع كيما هكا ونحط في البلا تاعي. ها هو البلا تاعي بعد ما كملته. دوك نجي نديرو البيض من الفوق. هنايا درت زوج بيض اللي كنت قلعتهم عفوا صفر بيض اللي كنت قلعته من البيض تاعي، ودرت له شويه قهوه وشويه خل. والتزيين دائما يبقى اختياري. انا درت هذا التزيين. انا اللي بغيتي ديري السكر ديري، بغيتي ديري اي تزيين يبقى دائما اختياري. انا نطيب الكميه تاعي ونجي نشوفوها مع بعض في صحن التقديم. هاي الكميه تاعي بعد ما طيبتها. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. مع السلامه.